أهلا أهلا يا مازن، شرفت معملي المتواضع يا بطل. بطل؟ أنا؟ طبعا، اللي عملته ده يعرفني إنك بطل وشجاع كمان. هو أنا عملت إيه؟ وفين يحيى؟ أنا في حد كلمني وقال لي إن يحيى موجود في العنوان ده وعاوزني ضروري. في الحقيقة هو يحيى فعلا كان موجود، لكن مشي وهو مزعلني يا مازن. ده يرضيك؟ أنا فاكر إني شفتك قبل كده، مش أنت اللي كنت بتجري ورا يحيى عند متحف الحضارات؟ صح يا مازن، كويس إنك افتكرت. طبعا قالك ده راجل شرير وعايز يخطفني، لكن الحقيقة غير كده خالص. وإيه هي الحقيقة؟ الحقيقة إني عايز أستغل قدرات يحيى لصالح بلدنا الحلوة. تخيل، زعل قوي وقال لي لا، أنا كل الأسرار اللي أعرفها هحتفظ بيها لنفسي، وإن كلمة السر دي ملكي أنا وبس. بس يحيى مش أناني عشان يعمل كده، ده هو اللي خلاني بطل. مفهوم، لكن ممكن يكون فاهم الموضوع غلط، فاكر إننا هنستغنى عنه بعد ما نعرف كل حاجة، ومش هيبقى له لازمة، ومش هيبقى طفل مشهور وسط الناس. ما يعرفش إن كده الناس هتحبه أكتر وهتقدره أكتر. يعني هو عامل كده عشان خايف؟ طبعا، وللأسف مش عاوز يغير رأيه أبدا، لكن مصلحة البلد أهم من أي حد، حتى لو الحد ده هو صاحبك يحيى. وكمان اللي احنا هنعمله ده في مصلحة يحيى نفسه. أكيد الناس بعد ما نكتشف كل الأسرار هيعرفوا إنه هو مصدرها، وبكده يتعرف أكتر ويتشهر أكتر وأكتر. أنا برضو لسه ما فهمتش إيه المطلوب مني. ولا أنا. قصدي أنا هقول لك إيه المطلوب منك وتنفذه بالظبط. كل اللي مطلوب منك إنك تقول لنا أول بأول كل حاجة يحيى بيعملها، ولما يقول قدامك حاجة تقولها لي لحد ما نقدر نقنعه. طب ممكن أتكلم معاه وأقنعه؟ اوعى تعمل كده من نفسك. يحيى ممكن يحس وقتها إنك مصدر خطر وما يثقش فيك أبدا بعد كده، وبدل ما انتوا صحاب يعتبرك واحد من الناس اللي لازم يحرص منهم يا مازن. معاك حق، وأنا مستحيل أخسر يحيى، وأكيد لما أعمل كده هيكون في مصلحته. يبقى تسمع الكلام، وأنا وقت اللزوم هتصرف.